هو الدولار ممكن ينزل تحت 45 جنيه في 2026 ولا ده مجرد أمل وخلاص؟ خليك معايا لأن اللي بيحصل في سوق الصرف حاليا مش عادي. الدولار اللي كان قريب من 47 جنيه من أسابيع بدأ يتراجع، والجنيه المصري بيحقق مكاسب ملحوظة من بداية 2026 لدرجة إنه وصل لأعلى مستوى ليه من حوالي 20 شهر، وده فتح سؤال: هل هنشوف الدولار ب 45 جنيه فعلا؟ خبراء مصرفيين واقتصاديين قالوا إن الهبوط الكبير تحت 45 جنيه مستبعد، لكن في نفس الوقت الوصول لمستوى 45 جنيه نفسه مش مستحيل، وده لأن في تدفقات دولارية ضخمة داخل البلد زي تحويلات المصريين بالخارج بأرقام قياسية واستثمارات أجنبية راجعة وتحسن واضح في السياحة والصادرات، غير دفعات من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد واستثمارات قطرية بمليارات الدولارات. وكل ده زود المعروض من الدولار، ومع نظام سعر صرف قائم على العرض والطلب من غير تدخل إداري بقى طبيعي إن الدولار يهدى. لكن في أزمة وهو الدين الخارجي والتزاماته، وده اللي بيخلي أي هبوط حاد أو سريع صعب يحصل. الخبراء شايفين إن 47 جنيه حاليا نقطة توازن، وإن النزول ل 46 أو 45 جنيه ممكن يحصل بس بشروط واضحة، أهمها استمرار التدفقات الدولارية وهدوء الأوضاع الجيوسياسية ومن غير مفاجآت. يعني الدولار لا هيقع فجأة ولا هيطير زي زمان، لأن الاستقرار مش رقم ثابت قد ما هو حركة محسوبة في نطاق آمن.